الجوله ال 18 يا جماعه بدات الاربعاء 1-0 الجونه على سموحه، انبي 0-0 مع الداخليه، البنك الاهلي وهزيمه مفاجئه من طلائع الجيش 1-0. الخميس امس سيراميكا 1-1 مع الاتحاد السكندري، الاسماعيلي 2-1 من زد في مباراه زادت جراح الاسماعيلي بقوه، مودرن فيوتشر 2-0 على فاركو. منذ ساعات بلديه المحله يقدم واحده من افضل عروضه في مباراه كان نجمها خالد جمال الغندور حكم المباراه الرائع اللي كان متفاهم جدا النهارده مع الفار، واحمد عبد الرؤوف اللي عرف يتعامل مع معطيات المباراه وفاز 2-0 على محمد عوده وزاد من جراح المقاولون العرب. مؤجل من الجوله دي الاهلي والمصري والزمالك وبيراميدز. كابتن احمد ابو مسلم ابدا معاك، هنقف قدام ما هو مؤثر، الاسماعيلي وهيار مفاجئ امام زد. والله طبعا الاسماعيلي انا شايف فيه مشكله كبيره جدا. كل ماتش يشتغل كويس، الماتش الثاني بيبقى عنده دروب بشكل كبير. في اختلاف في اداء اللعيبه حتى، بس الكابتن ايهاب معذور طبعا، اللعيبه اللي عنده كلها طبعا احنا هنقعد ايهاب معذور لغايه الاسماعيلي ما يهبط. ما هي دي الخامه اللي موجوده، هي دي المشكله. النادي الاسماعيلي نادي كبير، فطبيعي اللي كل اللعيبه اللي قد على قد حدث. النغمه دي لي 4 سنين يعني، دي مع احترامي للكابتن هو معذور في ايه بس؟ قاعدين نقول القماشه اللعيبه القماشه اللي موجوده هناك كابتن مش على قد مستوى النادي الاسماعيلي. 6 سنين في الليله السوداء دي. انت خلي بالك النادي الاسماعيلي كل ما يطلع عنده لعيب كويس لازم يبيعه عشان يصرف على باقي الفرق الموجوده. انت عندك اخر يا كابتن محمد، وانا بسمعكم دايما بتتكلموا يا كابتن ابو مسلم، الاسماعيلي مصمم يهبط ليه اكتر من 6 سنين على الوضع ده. ما هو الوضع الموجود طبيعي. انت خلي بالك الفتره اللي فاتت النادي الاسماعيلي ابتدى يفتح القيد، وانت كنت عارف ان احنا كان في مشكله وانت كنت مدخل فيها حاولنا واتحلت الحمد لله. تتكلم ما عندوش موارد ثابته، وده اللي موجود. احنا عندنا مشكله موجوده في الدوري المصري، ما عندوش سبونسر، ما عندوش حاجه خالص في اولاده. يعني طول العمر الاسماعيلي مستر كان زمان انسى المستوى الناشئين. لا هي بص بص يا محمد، هي المشكله دلوقتي في مصر كلها المواهب موجوده في مصر. مين اللي موجود في مصر مواهب؟ المشكله عامه موجوده حتى لحد منتخب الاول. صح. لو جينا نتكلم مواهب فعلا الخروج من المأزق اللي فيه الاسماعيلي ازاي؟ لا هو لازم الفتره دي لازم المسانده. بتتكلم مسانده، ما فيش وقت للتغيير. يعني لو جيت ناس بتطالب للكابتن ايهاب وهو مش موجود، لا الموضوع صعب جدا. لا احنا ضد التغيير اصلا لان ما فيش بدايل. هو لازم يكون موجود الفتره ديت، ولازم يبقى عند سبورت بشكل كبير جدا مع الفرقه ومع اللعيبه اللي موجوده. الاسماعيلي مع مين يوم الاثنين؟ كابتن محمد ابراهيم مع الاتحاد الاسكندريه. صعب جدا. ماتش صعب طبعا. بس هي يا ابو مسلم، هل المسانده كل سنه هتنفع؟ ما انت الموجود المتاح دلوقتي يعني معاك. انا كل سنه يعني احنا هيبقى كل سنه بتحرق دمنا عشان النادي الاسماعيلي، بتحرق دمنا اكتر من الناس المسؤوله عن النادي الاسماعيلي نفسه. ما تحرقش دمكم. لا ما انت خلي بالك اول سنه تعملوا بلان محترم عشان النادي الاسماعيلي يرجع تاني في الثلاثه الكبار. يعني النادي الاسماعيلي من ساعه ما بقى فيه انديه شركات كتيره ومصاريف كبيره مش قادر يجاري الدوري، مش قادر يجاري الفرق. تاني حاجه انت خلي بالك في نقطه، النادي الاسماعيلي بقى له 3 مواسم او موسمين مقفول عنه القيد، فده المتاح الموجود عنده. هيعمل ايه تاني؟ هيجيب لعيبه منين؟ ما هو كان بيطلع من ولاده. ما كان بيطلع ولاده بقى، كان ايام ما كانت الدنيا في سنه من السنين كان في 9 في الملعب من ولاد النادي. ما خلي بالك الموجودين دول ولاد النادي الاسماعيلي. حتى اخر واحد بيقول لك اللي كان فيه الموهبه اياد العسقلاني اللي هو راح روسيا عشان يصرف على الناس. ده موجود. فين بقى السبونسر او اللي دماغنا تشتغل، او انا هجيب موارد للنادي ازاي؟ ده اللي بنتكلم فيه. النادي مسؤوله. طب انت بتدير النادي على اساس انت ماسك النادي على اساس عارف مشاكله. عارف مشاكله ولازم تحل مشاكله. اداره النادي انا عند رايي لازم النادي الاسماعيلي يا استاذ عزت لازم يكون راجل اعمال معاه فلوس. انا بتكلم اللي هو ليا وجهه نظر ثانيه. لازم لما كان عندهم اللي معاه فلوس برضه لازم مين؟ الكومي وغيره. لا ما كانش. المره الاولانيه سنه 2006 لما كنت انا في فرنسا لما رجع حسني عبد الرب. انا ليا وجهه نظر ده كان مع الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. لا الدنيا مش زي ما انت متخيل. انا ليا وجهه نظر ثانيه. ما يبقاش واحد هو المسؤول عن النادي الاسماعيلي، يبقى مجلس اداره كامل زي نادي الزمالك كده، مجلس اداره كامل كل واحد ليه ملف وكل واحد بيتدخل وكل واحد بيحل ازمه. ده لازم يبقى في نادي الاسماعيلي. ما يبقاش نادي فرد، لان ده نادي جماهيري ونادي شعبي. لازم مجلس اداره كامل يا ابو مسلم. انا معاك. المشكله رجال اعمال ويكونوا بيفهموا ويكونوا عاشقين للنادي. انت عمال تلف في نقطه واحده بس اللي هي الموارد. اللي بس هي دي الموضوع. تعرف لو في فلوس فين رجال الاعمال الاسماعيلاويه؟ مفيش بقى. ما دي المشكله اللي بنتكلم فيها. معلش لو جينا نتكلم بالعربي كده كلنا متفقين، لو يجي لعيب بيتعرض عليه نادي البنك الاهلي او نادي الاسماعيلي هيروح فين؟ هيروح طبعا. لا ده درجه ثانيه، والنادي الاسماعيلي هيروح. ما عشان كده بكلمك انا بروح في فلوس. فعشان كده بقول النادي الاسماعيلي تلخص الموضوع كله في الفلوس. لو انت عندك فلوس كويسه لا نمتلك الا المسانده. طيب كابتن عزت عبد القادر، تعادل ايجابي سيراميكا والاتحاد السكندري. وبما اننا بنتكلم عن الانديه الشعبيه، عاد الاتحاد بعد اقل من دقيقه من هدف سيراميكا.
اتحاد احمد ياسر ريان جاب هدف الاتحاد رائع بصراحه. السكندري بصراحه زي ما حضرتك كنت بتشكر دلوقتي في استاذ مصلحي، عامل فرقه مميزه جدا، عامل فرقه كويسه جدا. محمد مسيري عامل مشروع كامل، مشروع رائع لكن بصراحه. فرقه الاتحاد السنه دي ليها شكل. حتى المحترف بتاعها يعني شوف عمل ايه في بطوله افريقيا. شوف ابو لولو، شوف اللعيبه اللي بتخرج او اللي بيجيبها الاتحاد شكلها ايه. عامل مشروع كامل. العشري مختلف مع مصلحي، دي حقيقة. يعني انا خلي بالك انا اصلا من الناس اللي عندي تحفظ على الفكر التكتيكي للكابتن طارق، ليس ممتعا ولكن عارف عايز ايه، بيعرف يجيب البونت. المشروع بتاع مصلحي محتاج النوعيه دي من المدربين. عايز يجيب البونت، هو بيعرف يجيب ازاي البونت. لان الاول عايز اقوم المشروع على رجليه وبعد كده انطلق. تحيه طبعا. وقبل ما ننسى يعني احنا اتكلمنا عن الاسماعيلي وبرضه ما اديناش لفرقه زد حقها، فرقه في الحقيقه يعني حاجه محترمه، حاجه محترمه. كان اول موسم ليها تعمل اداء بهذا الشكل، حاجه محترمه بصراحه. طيب محمد رمضان السيد البلديه النهارده بيفاجئنا، على الرغم من الشكل العام في الملعب تشوف ان كأن السيطره للمقاولين، ولكن عارف احمد عبد الرؤوف من اين تؤكل الكتف. يمكن النتيجه النهارده طبعا ايجابيه جدا لنادي البلديه، عدته يعني في الجدول بشكل كبير، حتى الفرقتين اللي تحتيه اللي هم اقل منه في النقط لاعبين زياده عنه ماتش. كابتن احمد عبد الرؤوف الصراحه عامل فرقه برضو بامكانيات قليله وبموارد قليله، بس قادر انه يعمل فرقه كويسه، فارض اسلوبه في الملعب، بيلعب اي فرقه الصراحه جمهور البلديه العظيم اللي كان موجود النهارده في الملعب، وعايزين نطمن الناس على الكابتن لؤي وائل اللي بلع لسانه، وتحيه لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي اطمأن عليه فورا في اكثر من اتصال تليفوني الى ان خرج من المستشفى وهو دلوقتي زي الفل، والف سلامه يا لؤي يا وائل. فيمكن يعني النتيجه طبعا كابتن احمد عبد الرؤوف نتيجه كويسه، وكابتن محمد عوده طبعا. شوف لقطه المباراه الحاج محمود الشامي بيبكي واقف عند اللقطتين دول بس يا جماعه، دي لقطه اليوم، بكاء الحاج محمود الشامي لانهم دول. بص يا كابتن رايحين لجدول الترتيب، شايف بس دي لقطه اليوم، محمود الشامي بيبكي يا جماعه. ده ارجع لي لقطه البكاء قبل الضحك دي بتاعت، شايف بعد المباراه. هو ماتش ب6 نقط طبعا يعني انت بتلاعب برضو حد من الناس اللي تحتيك، فلما يعني هنا محمود الشامي المشجع العاشق للمحله قبل ما يكون النائب المؤسس والتاريخي هو واسرته احد مؤسسي محمود الشامي. يعني يمكن من تعامل عن قرب منه، هو جوه النادي بره النادي، الراجل ده من اكبر الداعمين للنادي، وطبعا درجه ثالثه طبعا. لا هي مسؤوليه. عندك كمان اللي هو عندك ابنه مصطفى، المهندس مصطفى الشامي، لا حاجه محترمه. كلمه مهندس خلاص نخليها محاسب. الاستقرار والايمان بالمدرب، والايمان باحمد عبد الرؤوف اللي هو المدرب الصغير في السن، ومعاه عامل صبري وحسام اسامه. تاني حاجه هي واقعيه، 3 مدربين صغيرين في السن. هو ايمان باحمد عبد الرؤوف من السنه اللي فاتت وداعمين ليه، وعبد الرؤوف بيدي اداء ولا اروع. حسام اشرف في الدقيقه 53 وعبد الرحمن سمانه في الدقيقه 74. طيب طبعا حسام اشرف هداف الدوري طبعا فرقه كمان بتعلى جدا، مش موجود في المنتخب الاولمبي معلش ولا جايين للمنتخب. الجونه يفوز على بس انت خلي بالك يا مصر، احنا ما اتكلمناش عن المقاولين. المقاولين ده من اقدم الانديه الموجوده في الاهلي والزمالك. يعني انا بحاول في مشكله، ده بيروح كده، في مشكله كبيره، المقاولين ممكن ينزل. المقاولين لو فضل انا جاي عايز اتكلم في المجمل في جدول الترتيب، ولكن خلينا نروح للجونه وفوز مهم على سموحه زاد جراح لسموحه. وتخلي بالك الجونه اقترب من المربع الذهبي بالفوز. انت الجونه عندك النهارده خامس، عندك خامس او سادس بالظبط. سادس. علاء عبد العال بيعرف يتعامل مع الدوري المصري. بص خلي بالك يا استاذ عبد الناصر، لازم اقول لك برضك فكره، نوعيه كابتن علاء عبد العال هي كابتن طارق العشري اللي هو بيعمل ايه؟ نجدي في الدقيقه 35 يا جماعه بيدافع كويس عشان كده بيقدر يكسب. تاني حاجه موضوع فرقه الجونه ما فيهاش نجم معين، الفرقه كلها والناس صغيرين، النجم الجونه بس كده. ودي الهزيمه الثانيه لسموحه على التوالي. وتاني حاجه في مشكله كبيره لسموحه دلوقتي اللي هي بتخسر كتير، بقى لها كتير بتخسر الامكانيات كلها. انت بتتكلم سموحه دلوقتي، هي بتتكلم هي العاشر وكان عندها 22 بونت قبل ماتش اللي هو الخمسه اللي هي الماتش مع الجونه، اللي يكسب هيركب بلغه الكوره، هيركب الجدول الثاني. بقت الجونه 25 بونت، فدلوقتي في مشكله كبيره جدا. الجونه مميزه بشكل، يعني كابتن علاء عبد العال من الناس الواقعيين اللي هو بيعرف يشتغل التكتيك شويه بشكل كويس جدا، مش لعب ممتع زي ما احنا بنتكلم اللي هو الامتاع، بس هو بيعرف ياخد اللي هو عايزه. كمان استاذ عزت عبد القادر تعادل سلبي والداخليه، والمباراه الوحيده اللي انتهت بالتعادل السلبي وما كانتش على ما يرام في الاسبوع ال 18. مباراه كانت انا اتفرجت عليها، مباراه كان الاداء سلبي وكان الفرقتين مرتضيين بالتعادل. هنا يمكن احلى حاجه هنا تكريم انبي للكابتن حسام حسن، لان الكابتن حسام حضر، فالشريعي ما يعني كرم من الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. اتفضل.
طبعا لنا صور التكريم يا جماعه. التكريم للكابتن حسام ابراهيم وتواجدهم طبعا ده احلى حاجه في المباراه، احسن حاجه في المباراه. وبعدين احنا من هنا طالما جت صوره كابتن حسام ابراهيم لازم يبقى في دعم للكابتن حسام ودعم للكابتن ابراهيم. بعض الناس اللي بتتكلم بشكل او باخر عن الاختيارات، رغم ان احنا عندنا تحفظات، لكن لازم تدي للمدير الفني كل الصلاحيات، ولازم تدي له واحنا معاه حقه، لازم احنا في ظهره، وان شاء الله هيحقق ان هو لاعب كاس عالم وهيمرن في كاس عالم باذن الله. اذا مباراه سلبيه ما فيهاش كلام كتير، وده هيودينا لمحمد ابراهيم بصاروخيه يسري وحيد اكتشاف هذا الاستوديو، وتبنناه من الترسانه وقلنا هيكسر الدنيا. صاروخيته تفاجئ الكابتن طارق وابو جبل والبنك، وهزيمه مفاجاه رغم ان البنك في قمه توهجه. بص البنك في قمه توهجه، بس طلع الجيش معاه مدرب كبير اسمه عبد الحميد بسيوني، قدر يحط وكان احمد السقا عندهم في اخر تدريب. كان السقا في التدريب دي حقيقه. لا بص كابتن بسيوني واقعي ومتطور، وده اللي بيخليه يكسب. يعني كابتن بسيوني كل ماتشات، اتفرج على كل ماتشاته وكده تابعه، مش هيلعب ماتشين بنفس السيستم، بيلعب كل مباراه باللي تحتاجه المباراه. احمد السقا بيذاكر طبعا بيذاكر الفرقه كويس جدا 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 اللي قدامه، وده بيخلي المدير الفني بيحط سيناريوهات كتير، فده بيسهل الموضوع على المدير الفني. فتحيه طبعا لكابتن عبد الحميد بسيوني، ومبروك لطلائع الجيش ان انا اتشرفت ان انا لعبت فيه. وهارد لك للبنك الاهلي معاه جهاز فني ويا ريت السقا يروح لهم كل السقا يلعب بقى، يتأيد ويلعب. بس هنا هيجيبها على طول خلاص. هو لما سالوه قال لهم صداقتي ببسيوني بتخليني دايما اسنده. طبعا اسوأ ما في المباراه هو المشكله اللي حصلت لابو جبل، وطبعا النهارده السبت هيبقى عنده بعد الورم ما يخف هيقدروا يعملوا الرنين، ولكن معالي اللواء اشرف نصار صديقي العزيز اكد انه الموضوع بنسبه 90% قطع في الرباط الصليبي. هو رباط صليبي، انا لسه مكلم ابو جبل، لسه مكلمه عشان هو بص ما قادرينش يعملوا الرنين لان في ورم. طبعا فقالوا بعد الورم، ولكن هو قطع. يعني بس مش عايز بقول 90% عشان لسه ما عملوش لغايه ما يعلنوا رسمي. انا لسه قافل معاه وانا جاي في الطريق. كلمته؟ طمنا عليه. طمنا عليه، بس هو يعني نسبه كبيره رباط صليبي، قطع برباط صليبي. هو اللي هو اشرف نصار هو عارف، هو حتى بيقول لي يعني الاشاعه الثانيه دي يعني ممكن يعني بيحاولوا يشوفوا يعني ايه الدنيا بالظبط ايه، بس هو قال لي خلاص يعني 90% رباط بس صليبي. انت هتعرف القطع داخلي خارجي. رباط داخلي، هو بياخد حاجه من الغضاريف في اوروبا دلوقتي خلاص. كان لازم يبقى عامل عمليه دلوقتي يعني. لو هو الورم اللي اخره، لو ما فيش ورم كان هو بيستنى بس يشوف الدنيا ايه بالظبط لما تهدى الركبه خالص بعد الموضوع ده. يعني طبعا الف سلامه عليه، يعني الله يكون في عون كابتن حسام بقى، يعني يخلينا مصاب ابو جبل الحارس ده. لسه هكلمك على 18 لاعب مصابين مع حسام بس خلص الدوري. محمد رمضان اخر مباراه في الاسبوع ال 18 فيوتشر على فرقه 2-0. يمكن نادي فيوتشر برضو بيستمر في الاداء الممتاز في الفتره دي، المتوهج طبعا في الدوري. الاداره، بص محمد ابراهيم قال لك الاداره والاستقرار طبعا. الايمان المطلق من الدكتور وليد دعبس لاي جهاز فني بيجيبه هو الدافع الاساسي للانجاز طبعا. وهو طبعا معاهم الادوات، معاهم لعيبه كويسه، لعيبه مميزه بيقدروا ينفذوا فكره. خلي بالك احمد عاطف في الدقيقه 2 وبعد كده محمد رزق في الدقيقه 36، يعني خلصوا في الشوط الاول. الشوط الاولاني هم يمكن طبعا مكسب مهم برضو لنادي فيوتشر جدا. ونادي فاركو يعني برضو بقى له فتره نتائج مش احسن حاجه، نتائج سلبيه، فنتمنى لهم التوفيق في القادم ان شاء الله الاثنين. طيب اخد معك جدول الترتيب ابو مسلم بسرعه. تمام. بعد هذه المباريات اللي مؤجل فيها الاهلي والزمالك ومبارياتهم، الزمالك مع المصري والاهلي مع المصري، الزمالك مع بيراميدز، الزمالك مع بيراميدز والاهلي مع المصري. بيراميدز متصدر، بيراميدز متصدر 32 بونت. الثاني انبي 29، اتحاد السكندري الثالث 28، المصري الرابع 28، زد الخامس 27، جونه 25، الثامن سيراميك كليوباترا 24، مودرن فيوتشر السابع الثامن قصدي 24، طلائع الجيش التاسع 24، العاشر سموحه 22، الاهلي 11 21، الزمالك 12 21، بلديه المحله 13 19، البنك الاهلي ال 14 18 بونت، الاسماعيلي ال 15 18 بونت، وبعد كده فاركو 16 12 بونت، وبعد كده 17 مواويل العرب 12 بونت، الداخليه 10 بونت الاخر. ده مشكله كبيره للمقاولين العرب. الاتحاد السكندري ده على نفسه فرصه اللعبه في المشاركه في افريقيا السنه الجايه، لان افريقيا السنه دي هياخدوا بنتائج الدور الاول. الاتحاد السكندري لو كان كسب المباراه دي كان ضمن رسمي مقعد رابع
في الكونفدراليه، كان هيبقى رابع دوري الدور الاول. بس لسه في فرصه، هو لسه في فرصه، لسه في فرصة. الثالث يا محمد. هو لسه لعب في 17 مباراه خلاص. ماشي، مش مشكله. هو دلوقتي هيستنى فيوتشر هيستنى النتائج يتعثر التانية. والزمالك والاهلي، لان بيراميدز ضمن مقعد خلاص. لا بيراميدز خلاص. هو دلوقتي لا، هو دلوقتي هيستنى ان فيوتشر. الاتحاد لاعب ناقص يا جماعه ماتش. ناقص له ماتش. الاتحاد لعب 17 خلاص، 17 كده 17 مباراه. لا كده 17 مباراه، ناقص له ماتش. ناقص له ماتش مع النادي الاهلي. هو بيراميدز لسه هو دلوقتي الاتحاد هيستنى ان فيوتشر يتعثر او الزمالك او الاهلي بس. ده الحل الوحيد، ان هو يلعب تعثر فيوتشر عشان يلعب يشارك في. انت كنت تقصد انه بيدي لا بيدي عمرو بالظبط، لو كان كسب كان السنه النتائج بتاعته مباشره، ما كانش هيستنى حد. يعني بص، احنا فيوتشر كام؟ فيوتشر 24، الاتحاد كام؟ الاتحاد 28 4 بس. فيوتشر عنده مباراتين. فيوتشر عشان فاضل كده فيوتشر فاضل له ماتش واحد. ماتش واحد طبعا. طب ما هو لو فاز في فرق بونت الاتحاد. في فرق بونت طبعا مفيش مشكله. مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. لا هو الاهلي والزمالك، عشان الاهلي والزمالك بس هي النقطه كلها اللي يتكلم فيها محمد ابراهيم اللي هي النقطه. زياده. لا انبي لعب مباراه الاهلي والزمالك هي اللي فيها المشكله. بس هو تعادل، يعني انبي 28 فارق الاهداف عن الاتحاد سكندري. بس طيب. في يعني لو الاتحاد كان كسب كان بقى 30 نقطه. يعني لو كان كسب كان سيراميكا سهل على نفسه، بس لسه كان بقى فرصه 30 بونت، كويسه كان خلاص ضمن مركز او مقعد في يقصد البطوله. ما كنتش احتاج للمواجهات الثانيه، ولكن امله ما زال كبير على فكره. طبعا. طيب يوم الاثنين يا جماعه عندنا زد والجونه والاتحاد والاسماعيلي. زد والجونه 4 العصر يوم الاثنين، والاتحاد والاسماعيلي مباراه الجماهيريه والمتعه 7 مساء، وايضا الداخليه وفيوتشر 7 مساء في نفس توقيت الاتحاد والاسماعيلي، وسموحه والبلديه دي هتكون يوم الثلاثاء 4 مساء عصرا. الاهلي سيراميكا مؤجل، فاركو المصري الثلاثاء 4 في نفس توقيت البلديه وسموحه، ويوم الاربع عندنا طلائع الجيش وانبي الساعه 4 عصرا، بيراميدز والبنك الاهلي الساعه 7، والمقاولون والزمالك مؤجل.